يعني او يعني يا اما في حاجه اسمها عتامه بتحصل في عدسه في محفظه العين، محفظه العدسه الخلفيه. ودي المحفظه لان عدسه العين عامله زي حبايه الترمس كده. احنا لما نشيل حبايه الترمس نشيل الجزء القشره بتاعتها وبنشيل القلب بتاعه وبنسيب جزء من القشر عشان نحط عليه العدسه اللي احنا هنزرعها. فبعد فتره ممكن يحصل العدسه دي تعتم الجزء اللي هو المحفظه دي. فده ممكن بيبقى بعد كده بيتعالج ببساطه جدا بنوع من انواع الليزر، بيعمل فتحه بسيطه على قد الحدقه بتاعه العين، ونقدر نشيل الشبوره دي لو المشكله جايه من هنا. ودي غالبا بتحصل بعد عمليه الميه البيضاء بفتره، يعني ممكن 6 شهور، ممكن سنه، ممكن سنتين، بتحتاج تعمل حاجه زي كده. دي لو المشكله مرتبطه بعمليه الميه. لو مش مرتبطه بعمليه الميه بقى تبقى في مشكله تانية، ممكن يكون حاجه بقى في الشبكيه او الكلام ده نتيجه بقى السكر، نتيجه تقدم السن او حاجه. فدي بتعالج بقى على حسب الدكتور ما هيشوفها وحسب الاشعاعات اللي بتتعمل للشبكيه، زي ما الدكتور اسامه كان عرض الاشعه المقطعيه بتاعت الشبكيه، نشوف المشكله فين ونبتدي نتعامل معاها. فلازم الاول نحدد بس الشبوره دي سببها هنا ولا سببها هنا. وهيحتاج نظاره، ممكن يحتاج نظاره، وممكن طبعا نظاره تحسن قراءه طبعا الشبورة، مش كده؟ تحسن الكلام ده. طيب اعزائي المشاهدين، احنا بنعتذر ان في مكالمات كتير قوي، بس وقت البرنامج قرب يخلص، فبنعتذر لكم عن استقبال الاسئله. ومعاكم خط تليفون، ممكن تبعتوا اسئله على الواتساب لو حبيتوا، وانا شخصيا هجاوب عليها لما يكون عندي وقت. احنا دلوقتي معانا دكتور مدحت فيديو قصير لعمليه زرع عدسه داخل العين. فطبعا سياده المخرج هيجيبه لنا، واستسمحك يعني دي بقى دي طريقه زرع العدسه. العدسه زي ما احنا شفنا صورتها، العدسه بتتحط جوه العين زي ما قلنا، بتتحط على المحفظه الخلفيه اللي هي اللي موجوده بتاعت العدسه القديمه، وبتبقى ورا الحدقه بتاعت العين، الجزء اللي هو المدور دون، وبتخش جوه العين وبتثبت عليه. احنا شايفين العدسه ليها دراعين كده موجودين، دول عشان يثبتوا العدسه في النص قدام الحدقه بالظبط، وبيبقى محقون سائل كده عشان نقدر نزرع العدسه منه. وبعد كده بنغسله بالابر اللي احنا شايفينها دي كده. خلاص غسلناها، العدسه اتحطت في مكانها، وشايفين الجزء الاحمر ده اللي في النص ده كده برضه اهو. بنعيد تاني اهو العدسه اهي، وهي داخله من المحقن الصغير جدا، من فتحه صغيره جدا زي ما احنا شايفين، لها اليد الاولانيه واليد الثانيه اللي موجوده، احنا بنسميهم الهابتكس بتوعها. وبعدين بنظبطها بقى داخل العين بالوضع. العدسه دي اكوا العدسه دي العدسه دي من انتاج المصنع، دي بير لينس اللي هي الهيدروفوبيك. العدسه اللي فيها نسبه الميه اقل. ودي زي ما بنقول لكم بنحطها جوه ورا الحدقه بالمنظر دوت كده، وبنغسل بقى كل السائل اللي موجود اللي احنا كنا زرعنا عليه عشان نرجع العين لطبيعتها تماما. وزي ما احنا شايفين مفيش جرح، يعني يا دوبك فتحه صغيره هنا وفتحه صغيره هنا بتقفل لوحدها، لا بنحتاج خياطه ولا بنحتاج اي حاجه خالص بعد هذه العمليه. والمريض 24 ساعه وبيقدر يكشف عينه ويعيش طبيعي جدا، يقدر يمارس حياته طبيعيه. احنا اتمتعنا بوجودك، واتمتعنا بالخبر الحلو.